ان هي المواطن مفيده. محتاج حاجتين بس، تعليم جيد وصحة جيد بس. ايه اللي بيجي في دماغكم لما اقول كلمه ضرايب؟ فلوس بطريقه وحشه. شيء طبيعي، ده حق الدولة عليك، عندك مشروع عندك تجارة لازم تدفع. دي تنفس كده. الحقونا بجد. هي فايدتها بس يعني انت بتدفع تقريبا عشان خاطر في مقابل بعد كده. ياخدوها يعملوا بيها حاجات تفيد الناس. زي ايه بقى؟ طرق، كباري، أنفاق، مشروعات لتخريج الشباب. ايه الضريبه اللي ممكن تكون بتطبق علينا؟ ضريبه الاكل بتاعت المستشفى. ضريبه الدخل. هقول لك حاجه، ضريبه الدخل تصاعديه، يعني لو انت مثلا بتقبضي 20,000 غير لو بتقبضي 200,000. مرتبي بيتخصم منه او حاجه. أنا راجل عندي مكان تجاري فأنا بيطبق عليا النشاط. انا ما بدفعش ضرايب ما اصلا. بتدفعش ضرايب اصلا؟ أصلاً. لا انت على فكره بتدفع ضرايب، انا متاكد مليون في الميه. ازاي؟ تدفع ضريبه غير مباشره على اي حاجه انت بتشتريها او بتاكلها. لا ده المشتريات دي عادي ضريبة؟ جدا. قيمه مضافه. هل فاهم ليه اسمها قيمه مضافه؟ فوق السعر مثلا بتاع المنتج او كده. لو حضرتك مثلا اشتريت غساله، تلفزيون ما ده او عليها أيا كان، ضرايب كده كده. قد ايه من المنتج ده عليه ضريبه؟ بص انا هقول لك على حاجه مهمه جدا، كويس ان انت بقى كلمتني في البوينت ده. في ناس كتير جدا بتاخد ضرايب على المشتريات بتاعت الثلاجات او البوتاجازات او الحاجات دي كلها ما بتدفعهاش اصلا. حضرتك لو في ايدك الفلوس الضرايب دي، حضرتك شايف ايه اللي ممكن يتعمل بحيث ان المواطن يحس بيها؟ اهتم بالشوارع اكتر. هقلل الضرايب شويه عشان خاطر احسس ان الناس ان هم يدفعوا اقل عشان خاطر ياخدوا ازيد. بالتالي بنفهم ان في نوعين ضرايب، ضريبه مباشره وضريبه غير مباشره. الضريبه المباشره هي زي الضريبه اللي على الدخل، اللي هي بتبدا من 0% للشريحه الصغيره وتوصل لغايه 25% للشريحه الاعلى. اما الغير مباشره فبتكون ضريبه القيمه المضافه، اللي بتكون على معظم السلع والخدمات بنسبه 14%. في الاخر اكتشفنا ان الضرايب دي جزء طبيعي من اي اقتصاد، بتساعد الدوله ان هي توفر خدمات زي تعليم وصحه وطرق، فالفلوس اللي انت بتدفعها دي في الاخر بترجع لك بطريقه غير مباشره.